ثم ليس المقصود من إنكار المولد نقص في حب النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل هو أحب إلينا وإلى أهل السنة من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر مرة: يا رسول الله، وأنت أحب إليه كله من نفسه؟ قال: يا عمر: لا، حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال: أنت أحب إليه كل شيء حتى من نفسه؟ قال: أنا يا عمر. أهل السنة يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء بعد الله، فأحب شيء إلى أهل السنة الله وحده جل وعلا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إليه فوق محبة النفس والمال والولد، ثم الأنبياء بعد عليه الصلاة والسلام، ونحن على ذلك، نحن على طريقهم. نشهد الله أنه أحب إلينا من كل شيء بعد موته، نشهد الله أنه أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء، والله لو أنه شرع ذلك لشرعنا إليه ودعونا إليه عليه الصلاة والسلام، والله لو شرع ذلك لدعونا إليه ولشرعنا إليه وكتبنا فيه الكتابات، ولكنه ما شرع ذلك ولا فعله أصحابه. ولكن اليوم عظم الناس من نهاهم عن عوائدهم، عظم الناس من نهاهم عن عوائدهم وأباطيلهم التي اعتادوها، أي أنهم عن باطل وعن بدعة، قالوا هذا يبلغ النبي، هكذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم النبي لا توحيد الله وإخلاص له، قال: محمد يبلغ عيسى بن مريم عليه السلام، قال: يبلغ عيسى لأنه نهى عن عبادة عيسى عليه السلام،